بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه كلمات أحببت أن أشارك بها في بيان فضائل الدولة السعودية. قلت: انشر فضائل دولة من مهدها، نشأت على التوحيد وعلى شأنها، وتوحدت أرض الجزيرة كلها بعد الشتات، والله ألف بينها، والله حي وأحيا دينها بعد ما اندرست معالمه لجهلها، ونشر الإمام محمد عالم نجدها علوم الشرع، وسلت سيوفها آل سعود لنصرة الشيخ فأيدها رب العالمين بالنصر وأعزها. وقلت: بلاد الحرمين مأوى المسلمين، منها ظهر الإسلام العظيم، فيها الكعبة وكلنا مستقبلين لها في صلاتنا حيثما نقيم، وللعلم وأهله حكامها باذلين كل غال فتيسر منهج وتعليم. مملكة الخير تبني وتعين كل من صافحها والقلب سليم، صفت بالتوحيد نية وتمكين في الأرض والشرك عقيم. وقلت: لا تلومونا في حبنا والحنينا لبلد نبينا فيها دفينا، أرض مباركة والبلد الأمين أقسم به رب العالمين، لها خصوصية عند المسلمين، قبلة وللحج والعمرة قاصدين، الليل والنهار لها زائرين من أقطار الأرض ومتشوقين، وأعداء الإسلام والحاقدين موتوا بغيظكم فلسنا غافلين، إننا لها جند وناصرين بعد الله وهو خير الناصرين. وقلت: لهذا نحب الدولة السعودية، قامت بنصرة الدعوة السلفية من عهد إمام وأمير الدرعية محمد بن سعود بجيوشه الإسلامية، فقامت دولة ثابتة وقوية، وإن كادها العدو فالجذور حية، نفرح بوجودها لأنها سلفية، قمعت البدع والخرافات الشركية، وحافظت على مقدساتنا الإسلامية من عبث الروافض والصوفية. كتبها أخوكم في الله